الارهابي ماكش فاهمني، حتى الارهابي ماكش فاهمني، يحجم لحيته ينجم يسمعني، ماكش فاهمني، يحجم لحيته، يحجم اللي يحب هو، يحجم راسه. اما بالنسبه لنا احنا اليوم، احنا بالنسبه لنا احنا انسان ما عندناش، ما ضرش بالامن القومي التونسي وما دخلناش لبلادنا وما دخلش. مش هذا المشكل انه يجيك ولا تقيد له اسمه يدفع لي دوبل ولا نقيد له لا اسمه لا شيء، لانه على الاقل يجيك واحد اجنبي تاخذ عليه معطيات وباسبور. انا نحكي على القانون. لا القانون انا ماكش فاهمني، نحكي على القانون. غلق الاجواء الليبيه كان بتعليمات من نحب نكونوا صادقين. بتعليمات من الامارات العربيه المتحده. تعليمات لشكون؟ تعليمات الى حكومه مهدي جمعه. ونعرفوا مهدي جمعه ارتباطاته وعلاقته بعائله المصمودي اللي هي مقيمه في الامارات العربيه المتحده، ونعرفوا مهدي جمعه ولطفي جمعه اش عملوا من قرارات في العام حكومه هذه اللي عملوها حكومه الازمه لخلق الازمات، لان احنا الوضع الاقتصادي ما يتحملش. اليوم احنا يلزمنا نشوفوا حلول بديله، يلزمنا نبعثوا الامل، يلزمنا اليوم تونس نبنيوها. سيد شفيق كي تقول لي باوامر عندك معطيات ثابته كيفاش؟ نعرف اللي فما الصفقه نتاع الدول الاخيره اللي مشات للزنتان وانا معاها باش تمشي تعطي الادويه. نعرف اللي جات التعليمات من عند احنا الاجواء مغلوقه ومن طور نبعثوا طايره بالدويات. نعرف اللي هي تعليمات مهدي جمعه وحكومه مهدي جمعه. حكومه مهدي جمعه الامر حكايه الدواء هذه نتاع مهدي جمعه. نتاع مهدي جمعه. ونعرف اللي انا حاولت عديد المرات وجبت رساله من ديوان الطيران المدني الليبي اجاو خذوا مطاراتنا كانكم خايفين منا وتسلموا المطارات واعملوا مراقبين وطياراتنا وجيبوا حتى اللي بيلوت واحنا نخلصوهم، ما تسكروش علينا الهواء وما تعترفوش بينا. ما احناش احنا حكومه شرعيه، ما طلبوش الاعتراف حتى احنا نسوي وضعتنا. راهو فما 4 مليون ليبي على حدودنا من طرابلس مصراته انت جاي. اليوم الليبي يصرف قد المانيا 20 مره. احنا اليوم عندنا اوتيلات فارغه، عندنا اوتيلات في جربه مسكره، بينما الاوتيلات في مالطا وفي تركيا وفي عديد البلدان، بس ما عندناش واحد ليبي قام بعمليه انتحاريه او تفجيريه في مالطا او في تركيا او في دوسردورف في المانيا. اليوم فما حوايج يقبلها العقل. انا سالته قال لي والله فما 12 طياره قالوا مختفين، قالوا معلومات وكل امنيه مدنيه خايفه على افريقيا. قلت له باهي خليهم في صفاقس تو يكسروا لنا الملاحه. هبطهم في جابس. احنا مطارنا في صفاقس بجنب الملاحه. معناتها كلام بيناتنا. غلق الحدود الجويه كان متزامن مع القرار المصري بيناتنا ربع ساعه في الكوميونيكاسيون. تحس به قرار ممنهج اوركستري. باهي وانا مشيت في زياره الامارات في وساطه بين الليبيين والامارات. ايوه وسمعت مش يقولوا، ولكن المجالس بالامانه. ايش يقولوا؟ ايش يقولوا؟ احنا قبل ما حفتر قبل ما ينتخبوا مجلس النواب وقبل ما يصير كل شيء. بالنسبه لهم فهمتي ولا دعم تام ومقاومه الارهاب وحفتر والى اخره، وهذا ما يخفيوش. وانت مشيت بوصفك شنو؟ مشيت في وساطه، نعمل وساطه ساعات باش يقرب وجهه نظر. انا انسان عروبي نمشي نعمل وساطه وعملت عديد الوساطات. انسان عروبي معناتها عملت عديد الوساطات. انا عندي شركه وساطات دوليه وقمت بعديد الوساطات بين عديد الاشخاص، بين عديد الشخصيات الكبيره في دول الله غالب. تونس ما تقبلش الشيء هذا، في دول اللي هي في فرنسا او في بعض الدول. اعطيني توا نحب نمشي